دعتنا عائلة حلاوية حتى أشوف حديقتهم، والأهم أن اليوم عيد ميلاد فرد من أفراد هذه العائلة. أنت دعيتيني حتى أشوف الجمال الموجود بحديقتك. كان ما عندي حديقة ببيت أهلي، فمن شفت مساحة بيتي هسه بي مجال إنه أزرع وأسوي، فمهتمة بهذا الموضوع. بنفس الوقت مسوين شلال هنا. هذا سويته مسبح نعم. بالصيف، مسبح وشلال. هاي هنا شواية عندكم. بلي شواية. حلو. هذا الشيء اللي يخدمنا ويهمنا دائما ونحث عليه. العنب هم صلوات كيلوات الشيلي، دائما ادعمها بسماد وشغلات. والعام زرعت خيار، باذنجان، فلفل، السنه باميه. هاي المساحه استخدمتها حتى تستفاد منها. حمودي شنو بالنسبه لك؟ كاتبه عليه بالموبايل روحي. اليوم عيد ميلاد حمودي ابن الدكتوره المحاميه ندى المعموري. اصدقاء موجودين، اصدقاء حمودي. اخوته ذولا. انا الله ما رزقني لا اخو لا اخ، وحيد. انت الوحيد لامك. بس الله عوضني باصدقاء صاروا عندي مثابه اكثر من اخواني. هذا مكان كانه ما قاعده يعني. حلوه بلي. اي التنور العراقي القديم موجود ايضا. زين خبزك زين؟ الدجاج، الخبز. لا على مستوى. على مستوى العالم. لا على مستوى. عشنا لحظات لطيفة وشاركنا العيد ميلاد وياهم. اكو ارتباط بينك وبين الاشجار؟ الشجر بالنسبه لي يوميه، احكي وياه، اشتم العطر مالتهم بدون قطف. اول شيء العمر المديد ان شاء الله والتوفيق لك الدائم، وان شاء الله عقبال هذا التخرج. هاي هديه بسيطه طبعا يعني نقدمها لك. ما جايتكم هديه. الله يحفظكم. طموحك شنو؟ من صغري احب الطيران، ما اعشق شيء اسمه طيران. شنو المعلومه اللي احنا او الناس او الموجودين ما يعرفوها وانت تعرفها؟ احدث طياره حاليا تمتلكها تنقل الخطوط الجويه العراقيه هي دريم لاينر، اللي تكون 7.7 اللي وصلت تقريبا حاليا معدها 12 قطعه. وهي تعتبر فخر للخطوط الجويه العراقيه. انت فخر ان شاء الله حمودي، وموفق لك، ويلا بعد دخلوا. احنا طبعا نشكر دعوتكم ونثمنها. الشرف اصلا، بالعكس احنا اللي كلش فخورين بحضرتك لان نهتم بهاي القضايا. لان محافظه بابل بالسبعينات وبالثمانينات كانت تعتبر المحافظه الاولى بالتشجير وبالاشجار المثمره ومن كل شيء. أنا حسين الجبري، وإذا عجبك هذا النوع من المحتوى لا تنسى المشاركة والمتابعة.